طيب هي ليه الديمقراطية الليبرالية انتصرت على الديمقراطية الشيوعية؟ واحد هيسألني برضه ويقول لي هي الشيوعية كان فيها ديمقراطية؟ فيها. مين قال لك إن ما فيهاش؟ لكن إيه الفرق؟ لأنه الديمقراطية الليبرالية حققت للفرد ذاته، والديمقراطية الشيوعية أنكرت الفرد. ده الفرق. ويمكن الدراسة بقى بتقول، الدراسة الطبيعية، احنا قلنا في بداية الأمر إن الوعي الذاتي شيء أساسي بيميز الإنسان عن الحيوان، وبيميز الأحرار عن العبيد. العبد ما بيقولش أنا، والحيوان ما بيقولش أنا. ولذلك عندنا حتى لما جم قسموا الديمقراطيات قسموها 3 أقسام من حيث المضمون، من حيث الآلية والتنفيذ والتطبيق. قالوا لنا إن في حاجة اسمها الديمقراطية الشعبية، والديمقراطية الموجهة، والديمقراطية بالتحسس. شفتوا الأنواع ال3 دول؟ ديمقراطية إيه؟ شعبية، وديمقراطية موجهة، وديمقراطية بالتحسس. يعني إيه ديمقراطية شعبية؟ يعني إيه نظام شمولي؟ يعني إحنا دايما نقول النظم الشمولية، نقول حكم شمولي. الحكم الشمولي هو الحكم اللي بيسحق الفرد ويقضي على حريته. ولذلك معظم العالم الثالث هي نظم حكم شمولية. فرد بيحكم، فرد بيحكم. وحتى عامة الشعب في النظم الشمولية بيسموها البروليتاريا، طبقة البروليتاريا. يعني ايه طبقة البروليتاريا دي بقى؟ الطبقة الكادحة او الطبقة العاملة بيتم سحقها في النظم الشمولية. وتلاقي المواطن العادي ممكن يقول لك، اللي هو من هذه الطبقة اللي هي الطبقة الكادحة والطبقة العاملة، يقول لك دايما يا عم دي مش بلدنا، دي بلدهم. هو وصل لديه إحساس إنه هو ملوش وجود لأنه تم سحقه. وللعلم في النظم الشمولية يستمر سحق هذا المواطن عبر السنين حتى لا يستطيع أن يرفع رأسه ويطالب بحقوقه. ده منهج في الحكم الشمولي في كل دول العالم. طيب، والديمقراطية الشعبية دي طبقتها الدول الشيوعية، يعني في الاتحاد السوفيتي وفي الصين وفي كوريا الشمالية وفي كوبا. هو ده النظام اللي هي الديمقراطية الشمولية، الديمقراطية الشعبية. عندهم برلمان، وعندهم مجلس وزراء، وعندهم محليات، لكن عندهم مواطن بيسحق يقولوا له علشان مصلحة المجتمع، تحت مسمى مصلحة المجتمع تقدم على مصلحة الفرد، وحياة المجتمع أهم من حياة الفرد، هكذا سحق الذات. ولذلك فشل هذا النوع من الديمقراطيات، وسقطت هذه الدول بالوقت ولم تستطيع الصمود أمام، زي ما أنا قلت، الديمقراطية الليبرالية.